إعلان الطوارئ في أمريكا إلغاء أكتر من 2500 رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية. تخيل إنك صاحي الصبح تلاقي أمريكا حرفيا داخلة على وضع طوارئ بسبب عاصفة ثلجية عنيفة. مش بس بتأثر على الجو، دي بتلخبط الطيران وحركة الناس وحياتهم اليومية بشكل كبير، خصوصا بعد ما العاصفة قربت وضربت ولايات كبيرة أو كتير، على رأسهم ولاية نيويورك. اللي حاصل بالأرقام، شركات الطيران الأمريكية لغت أكتر من 2500 رحلة جوية النهاردة السبت بس بسبب الثلوج الكثيفة والبرد القارس، وده خلى ناس كتير تايهة بين إلغاء وتأجيل وتغيير حجوزات، والموضوع موقفش على يوم واحد. التقارير بتقول إن إجمالي الرحلات اللي اتلغت من امبارح الجمعة لحد يوم الأحد اللي هو بكرة حوالي 4500 رحلة، يعني اضطراب ممتد كذا يوم وارتباك كبير للمسافرين جوه أمريكا وبره كمان. ومن ناحية الحكومة الفيدرالية، البيت الأبيض أعلن أن الإدارة الأمريكية بتتابع تطورات العاصفة لحظة بلحظة، وفي تنسيق شامل بين الجهات المختلفة للتعامل مع آثار الطقس القاسي. وكمان اتقال إن الرئيس دونالد ترامب بيتم إطلاعه باستمرار على المستجدات، وفي اتصالات مكثفة مع المسؤولين عشان أي تطور طارئ يتم التعامل معاه بسرعة. طيب نروح لنيويورك، هنا القصة سخنت أكتر. حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوتشول أعلنت حالة الطوارئ من امبارح الجمعة مع اقتراب العاصفة، وتوقعات الأرصاد الأمريكية بتقول إن تراكم السلوك في نيويورك بالإضافة إلى لونج آيلاند هيكون ما بين 8 و 14 بوصة، يعني ممكن يعدي 35 سنتي، وفي مناطق تانية ممكن يوصل التراكم ما بين 12 بوصة و 18 بوصة. هوتشول طلعت وحذرت بصراحة وقالت إن اللي جاي مزيج خطير من سلوك تقيلة جدا ودرجات حرارة منخفضة بشكل قاسي، لدرجة إن الحرارة في أجزاء من الولايات المتحدة ممكن تهبط لحوالي -20، وفي مدينة نيويورك ولونج آيلاند ممكن تكون -10. يعني مش مجرد تلج وخلاص، ده برد قارس يخلي الحركة صعبة وخطر كمان. وعشان نفهم قد إيه الطيران اتأثر، في تقارير دولية بتقول إن مطارات كبيرة زي دالاس فورت وورث اتلغى منها تقريبا حوالي تلتين رحلات المغادرة النهاردة السبت، وشركات طيران زي دلتا بدأت تنبه المسافرين بدري: غيروا حجوزاتكم وتابعوا التحديثات لحظة بلحظة، لأن الإلغاءات ممكن تزيد مع تقدم العاصفة. الخلاصة، احنا قدام عاصفة شتوية عاملة شلل في الطيران وإجراءات طوارئ على مستوى ولايات، والرسالة لأي حد مسافر هناك الأيام دي: تابع شركات الطيران أول بأول وسيب لنفسك بدائل، لأن الإلغاءات والأجواء القاسية لسه ممكن تكمل في الساعات اللي جاية والأيام اللي جاية.